ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ميعرفنيش دي قناتي يا ابوات ادم، انتوا اشتركوا في القناه وحطوا لايك. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هعمل معاكم ايه؟ البلوبيف. ده البلوبيف اللي هو النوع اللي هو الاصل النضيف، ماشي. في نوع تاني ارخص من دي كان عامله 55 جنيه. هنا بقى دول حوالي 4 بيضات، ممكن تحطي 6، وطماطمايه وبصلايه مبشوره او مضروبه في الكب، وفلفل سبايسي او بارد على حسب ما انت عاوزه. يا ريت يعني تخلي بالكم، تخلوا حد يفتح لكم العلبه، لان المفتاح ده لو اتكسر خلاص كده مش هتعرفوا تفتحوها تاني غير يعني لو في عندكم بقى فتاحه او كده. هنا بقى احط شويه زيت صغنطيط عشان البلوبيف طبعا كله زيت، وهنزل بالبصلايه وهديها دوب تشويحه كده مع الايه، مع الزيت. عفوا يعني على صوتي عشان انا عندي برد. هنا بس هندي البصلية تشويحة كده، مش هنحمرها عشان ايه تبقى طعمها كده مع البلوبيف. وبعد طبعا بعد ما هندبلها كده هننزل عليها بالايه، بالفلفل السبايسي على البارد. لو عايزين بارد بس ماشي، عايزين سبايسي بس ماشي. انا حطيت بيض عليه ده عشان ايه؟ الفلفل وكده، هو بيحب الفلفل. هنا برضه هدي تشويحة كده للفلفل مع البصل. هو انا كنت اول مره اعمله بالطريقه دي، بس بصراحه يعني عجب جوزي، هو اللي قال لي هاتيلي بلوبيف واعمليه، فعملته له بالطريقه دي طلع طعمه حلو. هنا بقى هنزل بالبلوبيف على البصل والفلفل الاول. طبعا البلوبيف بيبقى فيه نسبه دهون، فعشان كده ما تكتريش الزيت في الاول. بعد كده طبعا همسكه هرسه بالمعلقه كده، واديله ايه برضو حوالي يعني تشويحتين كده مع البصل والفلفل. طبعا بعد ما ياخد تشويحتين بقى هنزل بالايه، بالطماطم حوالي طماطميتين طماطميتين طماطم بتقطعيه مكعبات. طبعا ايه هنهدي الدور في الوقت ده، هنهدي الدور غصب عني يعني، كانت النار عالية فايه، فهدوا الدور وقلبوا بقى في الايه، في البلوبيف. انا بقى هنزل بحوالي طماطميتين اهوت متقطعين مكعبات، هسيبهم بايه، مش هنزل بالبيض غير لما الطماطم تدبل. يعني ايه، لما الطماطم تدبل بعد كده هنزل بقى بالبيض ايه، واحدة واحدة. عايزين تحط بقى 4 بيضات، 6، في ناس بتحط 8، فانا حطيت تكفين ب4 عشان طبعا احنا عندنا برد وكانوا كان طعمه حلو يعني، بال4 حلوين، وعايزين تحطوا 3 برضو حلوين. فهنا بقى مش هنحط اي ملح ولا اي حاجة دلوقتي خالص اهو. بعد ما الطماطم كده دبلت شوية هنزل هنعمل ايه، زي فحر كده ونحط البيض. هنحط بقى في كل حفرة كده بيضة، يعني ايه في كل، مش هنحطهم كله في حتة واحدة، يعني ايه هنقسم ال4 كده في ايه، في الصينية كلها. آه عفوا. هنا بقى هنزل بقى بال4 بيضات كده، ومش هقلبهم دلوقتي. هفضل بس اخلي البياض هو اللي يستوي الاول، وبعد كده ايه، لما البياض يستوي هبدأ بقى ايه، بصوا هنا زي ما انتوا شايفين كده معايا، هبدأ بس انزل البياض كده في الصينية بالتحت. هنا بقى احط شوية فلفل طبعا عشان زفرت البيض، وسنة ملح صغيرة عشان خاطر ايه، اعمل يعني الخضار اللي احنا حطيناه والبيض يبقى الطعم مظبوط. هنا بقى هبدأ بصوا افتح كده الصفار بقى كده عشان يستوي هو كمان. وبعد كده بقى هبدأ ده ايه اقلبه. وبعد كده طبعا بعد ما البيض يستوي خلاص كده هشيله من على النار. هنا اهو قلبته طبعا، ده خلاص بقى كده هبدأ بقى كده اجيب كله على بعضه واقلب فيه. وبعد كده بقى طبعا اول ما البيض يستوي مش هسيبه كتير على النار، وطبعا هناكله بألف هنا وشوفة. طعمه حلو جربوه، بس هاتوا النوع اللي هو الاصلي ده اللي هو ب55 جنيه، اللي هو النوع البلوبيف. لكن النوع التاني اللي هو ب30 او 38 ده ميبقاش ايه حلو، او في مقدركوا هاتوا اللي انتوا تحبوه. ايه ده بس اهو خلاص كده بألف هنا وشفا. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.